مبروك 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 للفرق العربية والخليجية اللي تأهلت لدور 16. حقيقة جهد كبير بذل، وهناك منتخبات أثبتت جدارتها وأثبتت أنها فعلا تستحق أن توصل إلى دور 16. وهناك منتخبات نعم قدرت أن تعد نفسها بشكل جيد، وقدرت أنها تفكر كثيرا قبل أن تلعب هذه المباريات. المنتخبات العربية بعضها أخفق في المستوى، والبعض الآخر أثبت قوته ومستواه الفني، وأثبتوا اللاعبين أنهم كبار كذلك في مثل هذه المباريات. نتمنى لهم إن شاء الله مباريات في دور 16، وأن نشاهد المنتخبات العربية تتطور أكثر من خلال المباراة القادمة، لأن المباراة القادمة خلاص خروج المغلوب ما فيها قشمرة مثل ما يقولون. الفرص اللي تضيع ممكن ما ترجع لك، ويجب أنك تحافظ على الالتزام في طريقة اللعب، وكذلك عدم خلخلة الفريق، وعلى المدربين أن يعون، لأن هذه المباريات لا تتكرر إلا بعد 4 سنوات. اليوم أنا أتصور أن هناك بعض الفرق العربية تستحق الوصول للمباراة النهائية على قدر ما أعطوا من مستوى، منهم المنتخب العراقي والمنتخب كذلك السعودي، رغم المنتخب السعودي لحتى الآن لم يظهر مستوى الحقيقي وفنيات لاعبينا الكبيرة، إلى جانب المنتخب كذلك الأردني. نتمنى طبعا يتحسن أداءه. المنتخب القطري أنا أتصور أنه الفريق الوحيد اللي ثابت الأداء والمستوى ومتطور لحد بعيد، وقادر أنه يعرف كيف يتعامل مع هذه المباريات. المنتخب الفلسطيني منتخب فعلا أثبت رغم الظروف اللي عايشة فيه غزة وأهالي غزة والمعاناة التي في داخل قلوب اللاعبين ومشاعرهم، لأنهم قاعدين يأدون ويعطون بمستوى رائع، تنقصهم فقط الخبرة، ولكنهم كلاعبين لديهم الإمكانيات والفنيات. المنتخب البحريني قدر يتفوق وينهي المباراة لصالح يوم أمس ويفوز 1-0 ويؤكد جدارته بالوصول لدور 16. منتخبات سوريا كذلك يجب أن يعرف كيف يتعامل مع المباريات القادمة، لكن اللي أعجبني بشكل كبير هي المنتخبات شرق آسيا اللي هي ماليزيا وتايلاند. منتخبات قدرت أنها تتطور بشكل كبير، وقدرت أنها تتطور وتثبت جدارتها وتتعادل مع منتخبات كنا مرشحين لفوز البطولة مثل كوريا الجنوبية وامس مع ماليزيا، وماليزيا طلعت من الترشيح لكن أثبتت قوتها. يبقى الكرة عطاء، الكرة التزام، الكرة إخلاص، الكرة تدريب، ليس لعب فقط أنك أنت تبي تلعب. هذه المنتخبات أنا أتصور الدوري اللي عندها قوي، والإمكانيات اللي متاحة لهم كذلك كبيرة، قدروا يوصلون وينافسون. شاهدنا الفنيات، شاهدنا اللياقة البدنية، شاهدنا العطاء، شاهدنا التعامل مع الفرص، شاهدنا حتى فكر اللاعبين، شاهدنا الكرة شلون يرتدون بالهجوم وبالدفاع. أنا أعتقد كرة القدم فيها أشياء كثيرة يحتاجها اللاعب، وكذلك المدربين أعتقد أخفقوا رغم خبرتهم في هذه البطولة ورغم إمكانياتهم، لكن القادم نتمناه يكون أفضل لهذه البطولة. وإن شاء الله إن شاء الله نشاهد منتخبين عربيين في النهائي. اليابان كذلك لم يكن اليابان اللي نتوقع، لكن يبقى لديهم. أنا قلت إن هذه مباريات دور 16 خروج المغلوب، وخوفك من هذه الفرق كيف تتعامل مع هذه المباريات. لديهم السرعة والفكر والثنائيات والتسديد من بعيد والاختراق والتصرف.
يتفوقون كثيرا على بعض الفرق. عموما إن شاء الله نشاهد منتخبين عربيين مثل ما قلت لكم في النهائي، وعلى كل فريق أنه يراجع نفسه بشكل كبير ويعدون نفسهم بشكل أكثر، وخاصة المدربين عليهم أن يتعاملون مع كل مباراة على حدة الآن، ولا يفكر بالنهائي، يفكر في كل مباراة قادمته. تمنيات لهم بالتوفيق، وإن شاء الله نشاهد فرقنا العربية في النهائي. وهارد لك للي طلع من هذه البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله التوفيق للكرة العربية. كابتن سعد الحوطي.